يسومني من القديم، ماسك عليا زله وبيحلبني. ما بقاش كمان غير سبوبه اللي يمسك راسه ويحطها تحت ضرسه. وانت ليه مضايق يا الان؟ الموضوع ابسط واسهل من هيك بكتير. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ابسط واسهل ازاي يعني؟ انا اذا ضرسي وجعني ما بعالجه، بقلعه وبرميه. مش فاهم. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اللي سمعته. لا لا طبعا، لا ما اقدرش اعمل كده، لا يمكن. مصطفى خليه يبلغ عنك ويقفشوك. طيب انا عارف هو عايز كام وفصله ونبقى كده خلاص. خلصنا. اذا فتحت هيدا الباب عليك، يوم رح ياخد منك 2، بكره 4، بعد بكره 6، وعد والحقني. اللي انت بتقوله ده برضه مستحيل. براحتك. بس كده كله تمام. نركب الكابلات جوه عندك على المونيتور وتشوف المركز كله قدام عينيكي. برافو عمر، انت شاطر فعلا وسريع كمان. سريع؟ ما شفتنيش انت ديك النهار لما ركبت 10 كاميرات؟ 10 يا ساره في نص يوم. واو، 10 كاميرات في نص يوم؟ ركبتهم فين دول؟ والله ركبتهم عند واحده كانت بتركب كاميرات، شك ان جوزها بيخونها، يعني زمانها معلقه في السقف دلوقتي. انتوا الراجل الخاين عندكم تعلقوه في السقف؟ لا ما احنا عندنا رجاله تعجبك. طب وريني. ليكي ايه تعلقيني في السقف ولا ايه؟ تعالى ادخل. لا، ده انت شاطر بجد بقى. الحكايه كلها اكل عيش. على الله بس ما يكونوش جابوا حد في مصر غيري بعد ما غبت طالت. على فكرة لو انت مستني الدمنهوري عشان يطلع وموضوعه يخلص، مسألة هتاخد وقت، فما فيش داعي تعطل نفسك جنبه اكتر من كده. ايوه بس انت عايزاني ابيع الراجل اللي قواني وكرمني في بيته؟ مين قال كده؟ بس حتى الجدعنة ليها حدود يا عمر، وما تنساش ان هو برد جميل ابوك. بالاخر انت حر في قرارك، انا بس بنصحك عشان مرتاحه لك وحاساك زي اخويا الله يرحمه. خد. ايه ده كله؟ اجري شغلك هنا. ايوه بس ده كتير قوي، الحسبه اقل من كده. انا حسبه، ما قلت لك انت زي اخويا وبتستاهل اكتر من كده بكتير. ربنا يخليكي. ما تقلقش على حوده، احنا كلنا جنبه. والله لو الحسبه كده فعلا والموضوع هيطول، انا شايف بقى ان انا ارجع مصر اشوف حالي وابقى اتابع معاكي من هناك. هتسافر امتى؟ هعدي على مكتب مصر الطيران بكره، ولو كده ممكن اسافر بعد بكره. يعني نتعشى سوا بكره؟ نتعشى سوا؟ انا اللي عازم. لا ما خلاص انا عديت هنا، اي فلوس محتاجاها انا زي اخوك الله يرحمه. بكره هستناك تعدي عليا الساعه 8. يبقى بكره الساعه 8. سلام. خلصت؟ ايه؟ بتملى من وشك الحلو ده يا شيخ قبل ما اسافر. عن جد مسافر؟ والله شكلها بعد بكره كده هطير. ليش؟ عندي شغل وشكل موضوع الدمنهوري هيطول زي ما ساره قالت لي، والراجل حبايبه كتير يعني الحمد لله. انما انا لو اكل عيش اتقطع في مصر، في ناس ورايا كتير هتتبهدل. ناس مثل مين؟ ناس مثل امي، اختي. طيب انا قدامي شوي ورح فل، بتحب وصلك على طريقي؟ ابقى راجل مجنون لو ما حبيتش. انا طول يا عم. طيب رح فوت اخذ الاذن من الست ساره ونرجع منفل سوا. يلا بينا، فلي زي ما انت عايزه، لا تقطع صح. صح.
ست سارة بعتذر منك، بتريدي شيء تاني؟ لا، خدي بالك على حالك وما تتأخري بكرة. أكيد. يلا باي. مع السلامة. عزمتك على العشاء. يلا. يلا بينا، انا معاك. رح اخدك على مطعم كتير حلو، رح يعجبك كتير. ما دام انت اللي مختار يبقى اكيد حاجه. ان شاء الله المحل يعجبك. انا راضي صدق، يعني معقوله الشياكه والجمال ده ما عجبنيش. شو هيدا غزل؟ بنت ام شوتي اللي مرمطه. افخارستو. لا، شو هو اللي لا؟ السؤال اللي عماله تلفي وتدوري ومش عارفه تسالي، ما تسالي على طول وتخلصي. انت مرتبط؟ مرتبط ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني مجوز او خاطب او في حدا بحياتك؟ كنت مرتبط. اي نوع ارتباط؟ ذكر. هكون مرتبط بايه؟ بست طبعا. قصدي انه زواج ولا كنت متجوز. جبت اولاد؟ لا. طب وزعلان انه ما جبت اولاد؟ في العموم طبعا. اي حد بيتمنى انه يتجوز ويخلف عيل ولا اتنين يربيهم احسن تربيه ويكبروا يبقوا فخورين بابوهم واصحابهم يحسدوهم كمان على الاب ده. انما انا لو خلفت ابني هيقول انا ابن مين؟ فني كاميرات. مش هقدر اساعده ولا اجيب له اللي نفسه فيه، وهيفضل طول عمره باصص لزمايله ومتحسر على بيوتهم. عشان كده قلت اجيبها من قصرها، بلاش اخلف عيل اظلمه معايا. ليش بتفكر فيها هيك؟ مش ضروري تكون من العظمة كرمال تجيب اولاد، بكفي انه الاولاد يكونوا من اهل بيت طيبين. انا مثلا بيي مش وزير ولا عالم ولا صاحب مصاري، مع هيدا كله انا فخورة فيه. بقول لكل الناس انا بنت علي الحوراني، صاحب الفخورة يلي اصوله من الخليل. بقول انا ورافعة راسي للسما. يا بخته بيكي. يا بختي انا فيه. وانت كمان يا عمر، انت رجال طيب ومحترم وحنون. هيدي الاشياء بتسوى كنوز الدنيا، ما بتتقدر بالمصاري. ايه ده؟ ايه الصدفة العظيمة دي؟ اتفضلي اتفضلي تعالي. ميرسي. تفضلي. انا عن جد كنت عم بفكر بالمكتب انه كان لازم اقول لك تجي تتعشى معنا اذا جوعانه، بس وأنا جد كنت مفكرتك نايمة ورايحة بسابع نومة. أنا قلت أكيد نايمة عشان عندها شغل بكرة. ما هو انا عن جد كنت تعبانه وكان بدي اروح نام، بس لما عرفت انه عمر مسافر قلت عيب لازم نظهره. كرتونة زي دي للمدام عشان تطلب زينا.